السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة جديدة من ضمن حلقات ال O2C، وهنتكلم فيها عن الديدان في الكبار. هنتناول خلال الحلقة دي عن أول حاجة أسباب المرض، وإيه هي أعراض المرض ده، وهي أشهر أنواع الديدان الموجودة في مصر، وإزاي نقدر نعالج الديدان دي، وإزاي نقدر نتجنب الإصابة بالديدان. ولو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة ومش يفوتك أي حاجة خالص. هنبتدي أول حاجة بأسباب المرض. أسباب المرض عندي كتيرة جدا، لكن أهم الأسباب الرئيسية للإصابة بالديدان هي: أول حاجة أكل خضار أو فاكهة ملوثة ومش مغسولة كويس. تاني حاجة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، وده سبب رئيسي في الإصابة. تالت حاجة إن أنت تشرب مية ملوثة وغير معقمة. رابع حاجة إن أنت تاكل من مكان مجهول المصدر أو الغذاء بتاعه مشكوك فيه. نيجي لتاني جزء من الحلقة وهي أعراض المرض. أول حاجة ممكن يحصل للمريض إسهال وتعانية وبيكون عايز يخش الحمام كتير، وفي بعض الحالات ممكن يحصل العكس ويكون عنده إمساك. تاني حاجة البراز ممكن يكون فيه مخاط، وفي بعض الحالات ممكن يكون مع البراز دم. تالت حاجة بيحصل سيلان للعاب لما بيكون الشخص نايم، ولما بيصحى من النوم بيلاقيه موجود على المخدة. رابع حاجة بيكون فيه هرش مستمر عند فتحة الشرج وخصوصا بالليل. خامس حاجة وهي الأنيميا، لأن الديدان بتكون من أشهر أسبابها الأنيميا. وطبعا عشان نقدر نحدد نوع الديدان اللي هندي على أساسها العلاج لازم المصاب يعمل تحليل براز. نيجي بقى لأشهر أنواع الديدان في مصر، ودي طبعا اللي هتقابلك دايما في تحليل البراز. أول نوع وهو الانتاميبا هيستوريتيكا، ودي نوع من أنواع الأميبا. تاني نوع وهي الجيارديا. تالت نوع وهي الانتروبياس، ودي الديدان الدبوسية. رابع نوع هو الإسكاريس، وخامس نوع هو الانكلستوما. دي أشهر أنواع هتقابلك في تحليل البراز دايما. نيجي لرابع حاجة معانا وهي العلاج. طبعا هنعالج المريض على أساس الديدان اللي عنده، وده طبعا هيظهر في تحليل البراز. لو المريض عنده انتاميبا فدي عندي فيها حالتين هنعالجهم. أول حالة وهي الفيجيتيتيف فورم، ودي بيكون سهل القضاء عليها. هنديها مادة الميترونيدازول، ودي بتكون موجودة في الفلاجيل 500 أو الأمريزول 500، ودي جرعتها بتكون قرص كل 8 ساعات يوميا لمدة أسبوع. أو ممكن تديها مادة السكندازول، ودي بتكون موجودة في السكندازول أقراص 500 أو الفلادازول 500، ودي جرعتها بتكون 4 أقراص مرة واحدة يوميا بعد الأكل ولا تكرر. لو افترضنا بقى إنها السيست فورم، في الحالة دي بيكون الموضوع أصعب شوية في العلاج، وهنديله دواء بيحتوي على مادة الميترونيدازول مضاف عليها مادة الديلوكسينايد، ودي بيكون موجود في دواء الفيورازول، وده جرعته بتكون قرصين كل 8 ساعات يوميا لمدة 10 أيام. أو ممكن تديله مادة السكندازول 500، ودي بتكون موجودة في السكندازول 500 أو الفلادازول 500 زي ما قلنا، بس في الحالة دي جرعتها بتختلف، بتكون 4 أقراص يوميا بعد الأكل لمدة 3 أيام. والأفضل عند الإصابة بالنوع ده من الديدان أفراد الأسرة كاملة تتعالج منه، وده طبعا في أي نوع من الديدان، يعني مش شرط دي بس. لو افترضنا بقى إن المريض لقى في تحليل براز دودة الجيارديا، فأنت هتديله مادة الميترونيدازول، ودي زي ما قلنا بيكون موجودة في الفلاجيل والأمريزول 500، ودي جرعتها بتكون قرص كل 8 ساعات يوميا لمدة أسبوع. أو ممكن تديله مادة الألبندازول، ودي بتكون موجودة في البندكس أو الفيرميزول أقراص، ودي جرعته بتكون قرصين يوميا على الريق لمدة 5 أيام، وممكن تكرره بعد أسبوعين. لو افترضنا بقى إن المريض لقى في تحليل براز دودة الانتروبياس أو الديدان الدبوسية، فأنت هتديله مادة الميبندازول، ودي بتكون موجودة في الأنتيفير. أو ممكن تديله مادة الفلوبندازول، ودي بتكون موجودة في الفلوفيرمال. وسواء هتدي ده أو ده فالجرعة في الاتنين هتكون قرص مرة واحدة أسبوعيا لمدة 3 أسابيع. أو ممكن ياخد مادة الألبندازول اللي بتكون موجودة في البندكس أو الفيرميزول، وهياخد منه قرصين مرة واحدة أسبوعيا لمدة 3 أسابيع. لو المريض بقى ظهر في تحليل براز آخر نوعين من الديدان وهما الإسكاريس أو الأنكلستوما، فأنت ممكن تديله مادة الميبندازول اللي في الأنتيفير، أو تديله مادة الفلوبندازول اللي موجودة في الفلوفيرمال، بس الجرعة في الحالة دي هتكون قرص صباحا ومساء لمدة 3 أيام. أو ممكن تديله مادة الألبندازول اللي بتكون موجودة في البندكس أو الفيرميزول، وياخد منها قرصين مرة واحدة يوميا ومش هيكررها تاني. لو بقى المريض عنده هرش في منطقة الشرج، فأنت هتديله مرهم راسب أبيض وهيدهنه عند منطقة الشرج مرة واحدة يوميا مساء. لو افترضنا بقى ان المريض قالك انه مش عايز يعمل تحليل براز وانه عايز دواء للديدان وخلاص، وده اللي في الغالب هيحصل معاك لان اغلب الناس بتريح دماغها ومش بتعمل التحليل، فانت هتديله ماده الالبندازول لانها بتكون واسعه المجال اللي بتكون موجوده في البندكس او الفيرميزول، وهتقول له ياخدها قرصين على الريق لمده 3 ايام ويكرر نفس الجرعه دي بعد اسبوعين. او ممكن تديله ماده الميبندازول بس هنديها بتركيز 500 مللي جرام، ودي مش موجوده غير في دواء واحد بس وهو الفيرم 1، وده هتديه للمريض وهيستخدمه قرص مرة واحدة يوميا
ويكررها بعد 10 ايام. اخر حاجه معانا في الحلقه وهي نصائح عشان نتجنب الاصابه بالديدان. اول حاجه طبعا الاهتمام بالنظافه الشخصيه. تاني حاجه غسل الفواكه والخضار كويس. تالت حاجه التاكد ان الميه اللي بنشربها نظيفه عشان مش تسبب لك اي مرض. اخر حاجه ان انت تقلل من الاكلات الغير صحيه او مجهوله المصدر. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا وتقول لنا رايك في الكومنتات تحت، وتقول لنا عايز نقدم ايه الفتره اللي جايه. ولو حبيتوا تسالونا عن حاجه او تستفسروا عن حاجه هتلاقوا لينك الانستجرام تحت في صندوق الوصف، بننزل عليه معلومات كل يوم. والفيديو ده صنع بواسطه صيدليه احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.